احنا في محطة القطر النهارده عشان نجرب أجدد قطر موجود في مصر كلها، اللي بينقل من القاهرة لإسكندرية في ساعتين بس. في الأول القطر تقريبا كان بياخد 3 ساعات ونص 4 ساعات، دلوقتي بقوا ساعتين. الأسباني للأسف مفيش منه غير قطر واحد، والقطر اللي فاجئني القطر بيوصل من القاهرة لإسكندرية في ساعتين. الدرجة العادية اللي هي اللي احنا فيها دي ب 150 جنيه، درجة رجال الأعمال أو الدرجة الأولى ب 200 جنيه بس، يعني تقريبا بتتكلم في $7. قطر رهيب. عيبه الوحيد لحد دلوقتي اللي انا شايفه ان مفيش غير قطر واحد، فالقطر مره واحده من القاهره الساعه 2 بيطلع من القاهره، والساعه 6 الصبح بيتحرك من اسكندريه على القاهره تاني. طبعا محتاج تروح لمحطه القطر بدري شويه عشان تحجزه، لان القطر بقى عليه اقبال جامد جدا، لان ب 200 جنيه بس او 150 جنيه بس بتروح من القاهره لاسكندريه في ساعتين بطريقه مريحه جدا. احنا حتى ما لحقناش ناخد تذكره الدرجه الاولى، بس مش مشكله. يلا بينا، ما اطولش عليكم، ادونا لايك وشير الفيديو في كل مكان، خلي الناس تشوف العالم كله القطوره في مصر بقت عامله ازاي. يلا بينا. احنا داخلين دلوقتي الدرجة الثانية، الدرجة الثانية مفيش صوت. ايه الهزار ده؟ احنا في مصر؟ مش هصدق الناس. لا اقفل الكاميرا، انا بجد مش هصدق. واو، بص الكرسي، قاعدة مريحة. في هنا ريشة USB، كل ده في الدرجة الثانية اللي هي ب 150 جنيه. يعني احنا للأسف ما لقيناش درجة أولى. القطر مليان، القطر عليه ضغط لأن هو قطر واحد بس في اليوم. ودي الدرجة التانية، دي تحجز الأولى أصلا، مش محتاج خلاص. واو. اللي محدش يعرفه في السكة الحديد في محطة رمسيس في القاهرة في إيه؟ في متحف سكك الحديد. احنا جوه المتحف بتاع السكة الحديد. المتحف ده موجود من 1933 ومحدش يعرف عنه حاجة، لأن السكة الحديد بتاعت مصر واحدة من أقدم السكك الحديد في العالم كله. في قطر هنا من أيام الملك. بصوا بقى الحاجات القديمة. ده قطر سعيد باشا سنة 1862. الساعة 2 بالظبط، 2 مش 2 ودقيقة، القطر بيتحرك من محطة القطر. واو، أنا حاسس إن أنا راكب قطر في أوروبا. بجد بجد القطر رهيب جامد. فتح الكاميرا أصلا؟ فتحة بس. جرب إذا كان الشاحن بيشحن ولا لا. حطينا الفيشة هنا أهي، موبايل اللحظة الحاسمة بيشحن يا باشا. طولتنا 10/10. تحس نفسك انك راكب في الطياره. الناس اللي بتخدم عليك حتى اللي بيجيب الاكل، البيبسي، الميه، الكلام ده كله، لابسين بدل، بيتكلموا بطريقه محترمه جدا، على عكس القطوره التانيه اللي هو بتلاقي اي حد بيخش يبيع اي حاجه. لا، هنا كمان السكيورتي والسيفتي عالي جدا. يعني فوقيه في كاميرا تانيه، كاميرات في كل حته، عشان لو عايز تقوم تروح مثلا الكافيتيريا وتسيب الشنطه بتاعتك او حاجتك، خلاص القطر سكيور، ما بيقفش في اي محطات تانية. القاهره اسكندريه دايركت على طول. بدون مبالغه يعتبر من انضف 3 قطوره ركبتهم في حياتي. القطر نضيف جدا، فالقطر نضيف، القطر فيه سكيورتي في كل مكان زي ما قلت لكم، الكاميرات، ده غير الامن اللي موجود، حمام ما بين كل عربيه وعربيه. دلوقتي بقى هنروح الكافيتيريا، نشوف الكافيتيريا فيها ايه، ونحاول نخش الدرجه الاولى نصور فيها. احسن حاجه في العربيه ان في خدمه ذوي الاحتياجات الخاصه. الكرسي بتاعهم هنا، وعندهم الحمام بتاعهم حمام كبير مجهز. ده الحمام بتاع ذوي الهمم او ذوي الاحتياجات الخاصه، كبير، في سيفتي، في عشان لو حد حصل له اي مشكله جوه يعني، ودايما في نظافه، ريحه النظافه جوه. الحمام دايما نظيف، القطر كله نظيف، ما فيهوش اي حاجه على الارض. وهذا هو اكلنا. كام؟ بقى سعرها 75 جنيه، وجبه رز وعيش وسلطات وفي ديزرت، في كل حاجه في الوجبه، وميه وبيبسي. نروح ناخدها ونقعد ونشوف الاكل طعمه ايه. ممكن تقول لنا الوجبات اللي عندك ايه؟ في عندي تشيكن رول،
وعندي فراخ بانيه وعندي باكيتا في لحمه كباب حلو، واحد جبنه رومي، 2 فراخ بانيه مع شيبسي وزيتون حلو وكاتشب. ده سعرهم كام بقى؟ ده سعرهم كام؟ الوجبه عامله 73 والوجبه الثانيه عامله 43. ده الحمام بتاع الدرجه الثانيه اتفرجنا عليه. حمام الدرجه الثانيه زي حمام الطياره بالظبط، حمام نظيف بتنضفوه على طول. في حد يعني حمام نظيف بيلمع الناس استخدمته ولسه بنظافته زي ما هو. تسلم ايديك والله. على راسي يا باشا. شكرا. تحت امرك. احلى حاجه بقى في القطر ان الخدمه، الناس بتضحك بتبتسم بتتكلم بطريقه حلوه وشيك جدا. مش مصدق ان انا في مصر، يعني انا عايز اعيط. يعني طبعا بنمر بظروف صعبه في البلد، بس لازم نشيد بالحاجات الحلوه اللي زي دي. حاجه جميله. قطر جميل، قطر جميل والله. القطر جميل. بص اول حاجه ايه؟ سخنه فراخ وبطاطس. احلى حاجه في الاكل كله ان الاكل سخن وجاهز وفريش والباكجينج بتاعه نضيف، انضف من الطياره. خلينا ندوق ونشوف. واو، بطاطس مش هركب طيارات تاني كده والله. كان يعني دايما عندي في مخيلتي حلم ان القطوره تكون بتروح من اي حته في العالم لاي حته في العالم. تخيلوا تاخد قطر بقى في يوم من الايام من القاهره للسودان كده، ولا من القاهره لليبيا، من القاهره للمغرب، نقطع افريقيا كلها بالقطر. يعني فكره. نجرب بقى المين. الساعة 4 ل 5 بالظبط ساعتين كان في محطة سيتي جابر، ولسه هيكمل لمحطة مصر. بس وصلنا اسكندرية في ساعتين، القطر التاني بيوصل في 4 ساعات. فإن هو يبقى النص كل ده على خطوط السكة الحديد القديمة لسه مش الجديدة، فإنجاز رهيب الصراحة. ساعتين خدمة مميزة، شابوه. وصلنا بعد ساعتين بالظبط. احنا دلوقتي في محطة الاسكندرية او محطة مصر في اسكندرية. ايه رأيك في القطر؟ بعد ساعتين يا جماعه احنا مش مصدق نفسي والله العظيم. احنا يعني لقد هرمنا من اجل هذه اللحظه. يلا ننزل. قطر من احلى القطورة اللي ركبتها في حياتي. شابوه مصر. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. ادونا لايك، ادونا شير، وانشروا الفيديو في كل مكان. ويلا بينا اخر فيديو تقريبا من مصر، وراجعين للسفر تاني، راجعين من اوروبا. معلش على التقصير. اشوفكم الفيديوهات الجايه.